هعرفك على شوية نصايح وانت بتعملي مطبخك. اول حاجة قبل ما تبدأي تعملي تخطيط للمساحة، اختاري اماكن الاجهزة والاساس بشكل يكون عملي وسهل الاستخدام. حاولي تخلي الحوض والتلاجة والبوتاجاز جنب بعض لانهم بيشكلوا مثلث العمل اللي بيخلي حركة المطبخ بتكون اسهل. تاني حاجة في التخزين، استخدمي وحدة تخزين علوية وسفلية وعشان تستغلي المساحة بشكل كويس وذكي. ويا ريت لو تقدري تستخدمي المنظمات داخل الادراج ووحدات التخزين، هتسهل عليكي وهتلاقي حاجتك بسهولة. تالت حاجة الإضاءة مهمة جدا، استخدمي إضاءة مباشرة فوق مناطق العمل زي البوتاجاز والحوض. وتقدري كمان تستخدمي إضاءة في وحدات التخزين العلوية، هتضيف إضاءة كويسة لمناطق العمل اللي انت بتستخدميها. رابع حاجة وانت بتختاري الخامات، اختاري خامات تكون سهلة التنظيف وتتحمل الاستخدام اليومي زي الرخام والكوارتز للأسطح. خامس حاجة ياريت تختاري الأجهزة بتاعتك على حسب مساحة مطبخك، وطبعا ما تنسيش توفري مكان تهوية للبوتاجاز. سادس حاجة تأكدي من وجود شفاط فوق البوتاجاز أو فتحة تهوية مناسبة عشان تتخلصي من الروايح والدخان أول بأول. سابع حاجة حافظي على نظافة المطبخ بشكل دوري، لأن المطبخ النظيف بيخلي الشغل فيه أسهل وأريح.